الكابتن علي السبعاوي مدير قطاع الناشئين بنادي السليمانية الرياضي. بنرحب بحضرتك مرة تانية وألف مبروك لفريق السليمانية مواليد 2003 على الفوز الماتش اللي فات بنتيجة 3-0 على نادي الفروسية، نادي الأهرام للفروسية الرياضي. اهلا بيك يا محمد والحمد لله طبعا اول ماتش لينا في المسابقات او في اول ماتش في تاريخ النادي على الملعب او ارضيه الملعب بتاعنا في قطاع الناشئين وفي المسابقات في قطاع الناشئين. الحمد لله كسبنا 3-0 مع نادي الاهرام الفروسيه فرقه 2003. الحمد لله بدانا، كانت بدايه قويه الحمد لله، وربنا كرمنا باول مكسب الحمد لله 3-0 ان شاء الله. زي ما تابعنا مع حضرتك في الماتش كان في وجود للمدير التنفيذي للنادي، وكان في اشاده كبيره منه بالاداء الكبير للاعيبه في المباراه، بخصوص ان هي اول مباراه ليهم في القطاع، وكان يعني معجب كتير بطريقه اللعب بتاع اللعيبه. والله الحمد لله محمد، الكابتن رامي شحاته دايما كده يعني داعم لينا ومساند لينا دايما من بدايه الاختبارات ومن بدايه كمان قلنا كمان في اللقاء اللي فات ان هو كان داعم لينا في كل حاجه، من حته الترخيص وحته اعتماد الملاعب في كل حاجه. فهو طبعا تكمله اللي هو الدعم اللي هو بيعمله دايما الحمد لله. كان موجود معانا في اول ماتش في الافتتاحيه بتاع الدوري بتاع 2003، وان شاء الله دايما كده هو مساند لينا في كل المراحل السنيه في كل الفرق ان شاء الله. ان شاء الله. وعايزين نعرف ايه اخر المستجدات لبقيه الفرق المواليد المختلفه. والله محمد الحمد لله احنا يمكن قلنا قبل كده في اللقاء السابق يعني ان احنا مشتركين السنه دي ب4 فرق. فرقه 2003 والحمد لله بدانا يوم السبت يوم الخميس اللي فات، وفرقه 2006 هتبدا ان شاء الله الاسبوع الجاي، وفرقه 2008 هتبدا برده الاسبوع الجاي، وفرقه 2010 يمكن لعبت لحد دلوقتي 5 مباريات الحمد لله، والحمد لله كسبنا 3 مباريات الحمد لله، وتعادلنا في ماتشين وخسرنا ماتش. بدايه كويسه مش وحشه. الاولاد بيعملوا اللي عليهم بصراحه، وعاملين شغل محترم جدا. كان الكابتن عمرو ملكانه كان بدا معاهم الموسم، وبعدين الكابتن عمرو اعتذر لظروف خاصه، وبعدين جبنا بعد كده الكابتن عادل السيد برضو راجل محترم وتاريخ محترم في حته البراعم، والراجل الحمد لله من ساعه ما بدا الدوري او بدا من الفرقه في 3 ماتشات ب3 مكسب الحمد لله. ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله يعني بدايه قويه الحمد لله. بدانا يوم السبت بفرقه 2003، وان شاء الله نكمل الفتره الجايه مع بقيه المدربين وبقيه فرق القطاع ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن، وان شاء الله بنتمنى الفوز للماتش اللي جاي خارج الارض 2003 ان شاء الله. احنا عندنا الماتش الجاي 2003 مع حدائق الاهرام على ارضهم هناك. نتمنى طبعا الفوز والتوفيق ان شاء الله من ربنا. احب بس اشكر كل الناس اللي حضرت يوم الافتتاحيه بتاعه بطوله الدوري لل 2003 او اول ماتش رسمي في تاريخ النادي على ارض النادي هنا الحمد لله. كنت احب اشكر كل الناس اللي جت طبعا على رسوم الكابتن رامي المدير التنفيذي، مدام لميا طبعا مدام لميا سليمان كانت جايه بس اعتذرت لظروف سفرها يعني، وسليمان بيه برضو ان شاء الله يبقى موجود في الفتره الجايه معانا. بشكر كل مدربين القطاع، كابتن فولي مدير فني 2006، كابتن راضي سعيد مدير فني 2008، كابتن مؤمن الاداري طبعا معانا، الكابتن عادل السيد مدير فني 2010، كابتن محمد صلاح مدير فني 2012، وطبعا الكابتن محمد جلال مدرب الحراس معانا، ومؤمن اداري، ومحمد طبعا انت مغطينا دايما يا محمد كده شكرا ليك يا كابتن، مغطينا دايما كده في التغطيه الاعلاميه. الاستاذ ياسر برضو كان معانا برضو المسؤول عن الصفحه، كان موجود برضو، الراجل كان داعم لينا جدا ووقف معانا وكان بيذيع الماتش والتصوير وحاجه كانت محترمه جدا. طبعا احب اشكر برضو الدكتور سامح عفيفي المشرف الفني على قطاع الناشئين، احب اشكره جالنا برضو يوم الماتش. احب اشكر كل الناس اللي جت في اول يوم. احب اشكر اولياء الامور فرقه 2006 كان عندها تمرين وقعدت واتفرجت وقعدت تشجع زمايلها، احب اشكرهم كلهم. بتمنى التوفيق لكل فرق القطاع الناشئين في نادي السليمانيه، وربنا يكرمنا نعمل حاجه كويسه، والسنه الجايه ان شاء الله نبني عليها ونطور فيها السنه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن، وكل التوفيق دايما لحضرتك حبيبي محمد. شكرا جدا ليك يا حبيبي. شكرا.